السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ومتابعينا من جميع دول العالم. أسعد الله مساءكم جميعا بخير. طبعا موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن إزاي إن أنا أجهز تربة البطنس وتكون عندي تربة كويسة وجيدة، وإزاي إن أنا أقدر أستخدمها في الزراعة المنزلية. طبعا حلقة النهاردة هتبقى عن تجهيز التربة، إزاي إن أنا أجهز التربة إن هي تكون صالحة معايا للزراعة. وطبعا احنا جبنا النهارده دي البطمس، طبعا بتتباع باكيتات. طبعا الباكيتة بيكون فيها 3 لفات من دي. طبعا ديت تربة صناعية، طبعا بتكون تربة غنية جدا بالعناصر، وبتفيد معايا النباتات ان هي بتكون بتحتفظ بدرجة الرطوبة، وبتكون معايا يعني خالية من بذور الحشائش او وطبعا انا عشان استخدم البلاطة ديت او الباكيتة ديت على الوضع الحالي ده مش هينفع ان انا استخدمه، لان البطمس المفروض ان هو هيتفك، طبعا هيتخمر في المياه. طبعا دلوقتي هقوم مع حضراتكم ازاي اللي انا هقوم بعمليه التخمير عشان اجهز التربه ديت او اقدر افك البلاطه دي. آه طبعا دي معايا البلاطه دي هتحتاج حوالي 2 جردل مياه. طبعا هتتفحت فيهم وتتن الميه عليها ان شاء الله، يعني الحين فك، وهي ان شاء الله هتكون ابتدت عمليه التفصيص معايا. طبعا انا دلوقتي هجيب جردل، طبعا عشان هنا الادوات طبعا غير متوفره او غير ان هي تكون كافيه معايا ان انا افك البلاطه دي. فطبعا دي جردل معايا. طبعا هقوم بتفصيص البليته او كسر اجزاء منها. طبعا زي حضراتكم شايفين كده، دي التربه. طبعا رك ما احط عليها الميه هتبدا هي عمليه الفك او التهويه. طبعا بحاول ان انا افككها في جردل طبعا عشان اضع عليها كميه المياه المناسبه. طبعا زي حضراتكم شايفين هنا ببتدي افكك البلاطه معايا عشان احطها في الجردل عشان تساعد معايا على عمليه الذوبان. طبعا زي ما شايفين هنا كده بطمس بيبقى على الوضع ده، لازم يكون في عمليه تفكيك. طبعا زي ما شايفين طبعا الكميه دي طبعا على الجردل طبعا كميه كافيه. طبعا هبتدي دلوقتي احط المياه عليها طبعا عشان تبدا عمليه التخمير. طبعا هكون بجردل زي دي كده، هكون بوضع جردل المياه، اسيب التربه طبعا تتشرب بالميه. زي ما انتم ملاحظين هنا كده ابتدت معايا التربه ان هي ابتدت تفك، وابتدت عمليه ان هي تسيب بعضها وابتدت تتفكك معايا. طبعا هنا كده كميه الميه طبعا غير كافيه، هبتدي ان انا ازود كميه مياه تانية عشان تقدر معايا ان تفك معايا وتكون نتائجها احلى. طبعا زي ما انتم شايفين هنا هبتدي ازود مياه كمان، كميه مياه عشان اقدر اشبع التربه ان هي تكون معايا او تفك معايا خالص. طبعا زي ما انتم شايفين كده ابتدى معايا البطمس ابتدى معايا يفك خلاص. يبقى المياه ليها دور كبير، طبعا لازم افك التربه عشان اقدر استخدمها وتبدا معايا ما يكونش فيها اي تكتلات. طبعا هقوم بعمليه تركيب. طبعا ابتدت التربه معايا تفك زي ما حضراتكم ملاحظين. دي طبعا كانت البلاطه طبعا، واحنا حاولنا ان احنا نفككها بالطريقه دي. طيب البطمس دلوقتي على الوضع ده كده ابتدى ان يكون البطمس جاهز معايا. طيب هل انا هزرع كده ام في شيء تاني اعمله؟
طبعا في ماده تانية هحاول اضيفها، اسمها ماده الفورموكلايد. ايه هي ماده الفورموكلايد؟ الفورموكلايد ديت ماده بتضاف للبطمس، بتعمل معاه المسام، وبتحاول تخف البطمس عشان ما يكونش نسبته او يكون ثقيل في الزراعه، وبتعمل معايا على تخفيف نسبه، طبعا بتدي معايا مسام للتربه عشان عمليه تصريف المياه، ما تكونش التربه معايا كاتمه او يكون البطمس مكتوم. طبعا دلوقتي هوريكم ايه هو ماده الفورموكلايد عشان كلنا نبدا نعرف ايه هي مكونات التربه الصحيحه للزراعه المنزليه. طبعا زي حضراتكم ملاحظين هنا ديت ماده الفورموكلايد، طبعا زي ما انتم مشاهدين. الماده دي طبعا هتضاف للبطمس، هتبدا طبعا خفيه معايا للبطمس في الزراعه، وهتسهل معايا عمليه الامتصاص في البطمس للمياه والنباتات. وان شاء الله يعني هحاول ادربها قدامكم دلوقتي، بحيث ان احنا نكونوا ملمين بعمليه ازاي تجهيز تربه الزراعه البطمس. ودي طبعا من اغنى التربات الموجوده، وطبعا دي هتدينا زراعه طبعا صحيه. طبعا مفيش اي اصابه بالنماتوده بالحشائش. ان شاء الله يعني يكون الفيديو يعجبكم، وطبعا ما تنسوش طبعا الاشتراك ودعم في القناه، طبعا دي اكيد ان شاء الله حتى يصلكم منا كل جديد. دلوقتي هوريكم ازاي عمليه الخلط. طبعا انا هنا هبتدي اخلط على الارضيه، طبعا زي حضراتكم ملاحظين. هبتدي هنا انزل ماده الفورموكلايد هنا. طبعا دي بتيجي شكاير حوالي 25 كيلو زي ما انتم ملاحظين هنا. هكون طبعا البطمس هكون بصب البطمس طبعا عليها بالوضع اللي انتم ملاحظينه. هكون طبعا بعمليه الخلط، طبعا بعمليه التجهيز. طبعا لازما لابد من خلط طبعا ماده فورموكلايد مع البطمس، طبعا تكون عمليه خلط تكون جيده، بحيث يبقى نسبه فورموكلايد متناسبه مع نسبه البطمس. طبعا انا بقوم بعمليه التخليط دلوقتي، او عمليه تخليط المواد تربه مع بعضها زي ما انتم ملاحظين. طبعا التربه دي طبعا غير مؤثره على الاسطح، يعني مش هتضر معايا السكن او الصوت او الاسطح المنزليه، لانها تربه خفيفه زي ما انتم ملاحظين. هنا ابتدي عمليه تخليط التربه. دي من افضل التربات الموجوده طبعا لو انا هزرع في المنزل. طبعا التربه دي طبعا بنستخدمها في زراعه الصوب، وان شاء الله انا هوريكم حلقات كتيره ان شاء الله عن الزراعه في الصوب، ازاي انا اقدر ازرع البذور في الصوبه. كده اصبحت عندي التربه طبعا مخلطه هنا، جاهزه للزراعه، مفيش اي مشكله فيها خالص زي حضراتكم ما ملاحظين. طيب التربه ديت ممكن تقعد كده، ممكن تقعد كتير، بس اهم شيء قبل الزراعه لابد ان احنا نقوم بعمليه الترطيب لها طبعا، بحيث انها تكون متناسبه معايا للزراعه. وان شاء الله يعني انتظرونا في حلقات جديده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله نحاول نقدم لكم كل ما هو جديد، وانتظرونا في فيديوهات اخرى عن الزراعه المنزليه. ان شاء الله يعني هزرع فلفل والباذنجان وشتلات الطماطم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.